الرحمن الرحيم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد، سيدنا أحمد، سيدنا حامد، سيدنا محمود، سيدنا أحيد، سيدنا وحيد، سيدنا ماحد، سيدنا حاشر، سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طه، سيدنا ياسين، سيدنا طاهر، سيدنا مطهر، سيدنا طيب، سيدنا سيد، سيدنا رسول، سيدنا نبي، سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قيم، سيدنا جامع، سيدنا مكتب، سيدنا مكفي، سيدنا رسول الحبيب، سيدنا رسول الراحة، سيدنا كامل، سيدنا إكليل، سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل، سيدنا عبد الله، سيدنا حبيب الله، سيدنا صفي الله، سيدنا نجي الله، سيدنا كريم الله، سيدنا خاتم الأنبياء، سيدنا خاتم الرسل، سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منجي، سيدنا مذكر، سيدنا ناصر، سيدنا منصور، سيدنا نبي الرحمة، سيدنا نبي التوبة، سيدنا حريص عليكم، سيدنا معلوم، سيدنا شهير صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاهد، سيدنا شهيد، سيدنا مشهود، سيدنا بشير، سيدنا مبشر، سيدنا نذير، سيدنا منذر، سيدنا نور، سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصباح، سيدنا هدى، سيدنا مهدي، سيدنا منير، سيدنا داعي، سيدنا مدعو، سيدنا مجيب، سيدنا مجاب، سيدنا حفيظ صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو، سيدنا ولي، سيدنا حق، سيدنا قوي، سيدنا أمين، سيدنا مأمون، سيدنا كريم، سيدنا مكرم، سيدنا بكير صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متين، سيدنا مبين، سيدنا مؤمن، سيدنا وصول، سيدنا ذو القوة، سيدنا ذو الرحمة، سيدنا مكان، سيدنا ذو عز، سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مطاع، سيدنا مطيع، سيدنا قدم صدق، سيدنا رحمة، سيدنا بشرى، سيدنا غوث، سيدنا غيث، سيدنا غياث، سيدنا نعمة الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدية الله، سيدنا عروة الوسطى، سيدنا صراط الله، سيدنا صراط مستقيم، سيدنا ذكر الله، سيدنا سيف الله، سيدنا حزب الله، سيدنا النجم الساكن، سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى، سيدنا منتقى، سيدنا أمي، سيدنا مختار، سيدنا أجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو القاسم، سيدنا أبو الطاهر، سيدنا أبو الطيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو إبراهيم، سيدنا مشفع، سيدنا شفيع، سيدنا صالح، سيدنا مصلح، سيدنا مهيمن، سيدنا صادق، سيدنا مصدق، سيدنا صدق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيد المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا قائد الغر المحجلين، سيدنا خالد الرحمن، سيدنا بر، سيدنا مبر، سيدنا وجيه، سيدنا ناصح، سيدنا ناصح صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وكيل، سيدنا متوكل، سيدنا كفيل، سيدنا شفيق، سيدنا مقيم السنة، سيدنا مقدس، سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القسط صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك
وبارك على من اسمه سيدنا كاف، سيدنا مكتب، سيدنا بالغ، سيدنا مبلغ، سيدنا شاف، سيدنا واصل، سيدنا موصول، سيدنا سابق، سيدنا سائق، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هادي، سيدنا مهدي، سيدنا مقدم، سيدنا عزيز، سيدنا فاضل، سيدنا مفضل، سيدنا فاتح، سيدنا مفتاح، سيدنا مفتاح الرحمة، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح الجنة، سيدنا علم الإيمان، سيدنا علم اليقين، سيدنا دليل الخيرات، سيدنا مصحي الحسنات، سيدنا مقيل العثرات، سيدنا صفو عن الزلات، سيدنا صاحب الشفاعة، سيدنا صاحب المقام، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم، سيدنا مخصوص بالعز، سيدنا مخصوص بالمجد، سيدنا مخصوص بالشرف، سيدنا صاحب الوسيلة، سيدنا صاحب السيف، سيدنا صاحب الفضيلة، سيدنا صاحب الإزار، سيدنا صاحب الحجة، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب السلطان، سيدنا صاحب الرداء، سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة، سيدنا صاحب التاج، سيدنا صاحب المغفر، سيدنا صاحب اللواء، سيدنا صاحب المعراج، سيدنا صاحب القديم، سيدنا صاحب البراق، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الختام، سيدنا صاحب العلامة، سيدنا صاحب البرهان، سيدنا صاحب البيان، سيدنا فسيح اللسان، سيدنا مطهر الجنان، سيدنا رؤوف الرحيم، سيدنا أذن الخير، سيدنا صحيح الإسلام، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيد الكونين، سيدنا عين النعيم، سيدنا عين الغور، سيدنا سعد الله، سيدنا سعد الخلق، سيدنا خطيب الأمم، سيدنا علم الهدى، سيدنا كاشف الكرب، سيدنا رافع الرتب، سيدنا عز العرب، سيدنا صاحب الفرج، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك صلى الله عليه وسلم، ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته، وعلي مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة،
وكلمتي الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير، واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya dibaca sesuai harinya masing-masing, suaranya dikeluarkan. Ibu-ibu, saya tak bisa maca sholawat Sallallahu Muhammad sebu sampai ambu. Makilah oleh sebu mohon kita ambu baca terus Sallallahu Muhammad Sallallahu Muhammad Sallallahu Muhammad gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. وتقبل شفاعته في أمتي واستعمله بسنتي يا رب العالمين يا رب العرش العظيم. اللهم يا رب اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي ذاك بسيدنا أيها السلام والذي الذي ذاك به ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى السلام والذي الذي ذاك بها سيدنا عليه السلام والذي الذي ذاك بها سيدنا موسى عليه السلام والذي الذي ذاك بها سيدنا عليه السلام والذي الذي ذاك بها سيدنا عليه السلام وبالأسماء الذي ذاك بها سيدنا اسماعيل عليه السلام وبالأسماء الذي ذاك بها سيدنا عليه السلام والأسماء الذي ذاك بها سيدنا عليه السلام الذي ذاك بها سيدنا زكريا عليه السلام والأسماء الذي ذاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء الذي ذاك بها سيدنا أرميا عليه السلام وبالأسماء الذي ذاك بها سيدنا شهاب عليه السلام وبالأسماء الذي ذاك بها سيدنا عليه السلام والأسماء الذي ذاك بها سيدنا سيدنا ياسر عليه السلام وبالأسماء الذي ذاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء الذي ذاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء الذي ذاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء الذي ذاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبي والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد النبي وعلى وهذا من قبل أن تكون أسماء بيننا ولهم مضحية والجيب الموسي والجبال المجعرة والعيون المنفجرة والهر المنهمرة والشمس المضحية والقمر المستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك ولا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلمتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد من السماوات وصل على سيدنا محمد من الأرض وصل على سيدنا محمد من العرش وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به قلم اليوم كذب سيدنا محمد عدد ما خلت من السماوات وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فينا وإلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من يسبك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا ويوم القيامة 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عند ما زوج البادي وصل على سيدنا محمد عند كل الأسود وخلق على ذابي يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد آدم سعيد بن جارية وصل على سيدنا محمد في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد آدم ما هبت عليه رياه ورغاكم من العاصر والجو والأورق والثمار وجميع ما خلق إلى أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد آدم من السماء من خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد من حملت وأقل من قدر. اللهم صل على سيدنا محمد آدم ما خلق الدنيا مما لا يعلم علم إلا أنت وما أنت خالقه إليه مقيم في كل من. اللهم صل على سيدنا محمد عدد 100 من سبع بحارك وصل على سيدنا محمد زينة لا شبه محمد وأقلت من قدر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أزواج بحارك من يوم حلقة الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد وجبالها من يوم حلقة الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد وهي
محمد عدد ما خلته على جديد أرضك في مستقر الأراضين الشرقية وغربها سهلها وجبالها وأوديها وطرقها وعامرها وغامرها إلى سائر خلته عليها وما فيها من خلطة ومدير وحجر من خلطة جليل مقيم في كل يوم من أفمر اللهم صل على محمد النبي عدد النبات العظيم من قبلتها وشرقها وغربها وسمها وجهرها على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبلغ من صلاة الشيء وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا وبركاتها من يوم خلت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آدم ما خلت من الجن والإنس والشياطين وما أنه لكم من يوم القيامة في كل يوم محمد عدد كل شر من هذا وجوه على خلت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آدم خبر وضر في كل يوم أفهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آدم كل بهيمة خلقتها على جد أرض شهر وكبير في مشارق الأرض مغاربها من إنشاء والسنية ومما لا يعلم علمه إلا أبدا إلى يوم القيامة في كل يوم أفهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آدم خوضه على وجه العظيم وخلد الدين في كل من اللهم صل وسلم على محمد عدد من يصلي عليه وسلم وصلي على سيدنا محمد من صلى عليه وسلم على سيدنا محمد عدد قدر والمبادئ كما على سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى محمد في الوزن يشاء على محمد كما صليت على سيدنا في النهار إذا تجلى وصلى على سيدنا محمد في الآخ والأولاد وصلى على سيدنا محمد شابا زكيا وصلى على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي ورسول وسيدنا ابراهيم خليلك وصفيك سيدنا موسى كريمك ونبيك الذي اذا قال صدقته واذا زرعك وانبيائك اللهم وعد برهانه وشرف بنيانه واجله وابلغ سجده محمد عدد خلقه ورضا نفسه اللهم وتقبل شفاعته في امته واصلح منا بسنته ويكن على وسلم تسليما اللهم صل على اللهم يا سيدنا شرك واسمك الذي دعوتك بها ان تصلي على سيدنا محمد ما وصفت وبما لا يعلم علمه الا وانت الحميد وان ترحمني وان تتوب علي وان تعافيني من جميع البلاء والبلوى ودعوتها وصل على سيدنا محمد وان تغفر لي ولوالدي وللوالدين وان تغفر لوالدي وان تغفر ولوالدينا واهلنا واحبابنا في الايمان والمذنبين والقاضين والضعفاء والمغضوب عليهم انك رب رحيم اللهم امين يا رب العالمين اللهم اني اسالك بشكل حامل من عظمك وقدرتك وجلالك الذي سمت به نفسك وانزلته في كتابك واستاذنت به في علم الغيب مستمرة الدوام على مر الليالي والايام متصلة الدوام لا لها ولا ينصرم على الليالي والايام عدد كل وابل اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وسيدنا ابراهيم خليل وعلى النار والجبال واستغفرت والجبال ورجت وسيلة عرش ومداد كلماتك سكبت ومنتهى وعلى ما سحابك وأسألك بما سألك به سيدنا محمد النبي وأسألك بما سألك به سيدنا آدم النبي وأسألك بما سألك أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليه أجمعين وأسألك بما سألك به أهل وأسألك بما سألك به أهل بعضك أجمعين أن تصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد ما خلق من قبل أن تكون السماء والأرض والجبال المرسية والعيون منفجرة على محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلمك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أخذ والمفوض به محمد وعلى سيدنا محمد عدد ما جرى في قلبه القلم عندك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من السماوات وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من أرضك وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من النار غلب من خائم يوم خلت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم ومن محمد إليه مكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا شاهد المجر والريح والمخلد إليه مكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد كل قدرة تقدر من جماعة إلى تقدر إليه مكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحرك الأشجار والأوراق والجر والجبل وجميع ما خلق من قرب خطير من حالة إليه مكيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القوي والمضى والنبذ من إليه مكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد النجم والسماء ومن يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما خلقت من حالة السماء لا علم إلا أنت وما أنت خالق يوم القيامة اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد وحول المشرق الأرض ومغاربها اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد عدد ما خلق من الدنيا وما أنت خالق يوم القيامة اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاتهم وألحادهم من يوم أسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد عدد الطير والهوام وعدد الوحوش والآكام من شرب المغرب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد الأحياء والأموات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد عدد ما أظلم علينا وأشق علينا من يوم خلقتني إلى من القيامة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقتني إلى من القيامة اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقتني إلى يوم القيامة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما يجب أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد حتى لا يقع شيء من الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى المدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم منها وما لم أعلم وأسألك بأسماء الذي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبأسماء الذي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وأسماء الذي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبأسماء الذي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وأسماء الذي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وأسماء الذي دعا بها سيدنا نوح عليه السلام وأسماء الذي دعا بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وأسماء الذي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وأسماء الذي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وأسماء الذي دعا بها سيدنا داود عليه السلام وأسماء الذي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وأسماء الذي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وأسماء الذي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وأسماء الذي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وأسماء الذي دعا سيدنا حاضر عليه السلام وأسماء الذي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وأسمائك دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وأسماء الذي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وأسماء الذي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام. Dibuka halaman 142. Yang belum selesai lanjutkan, yang sudah selesai baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhulam, Allahumma salli ala miftahi dari salam, Allahumma salli ala syafi'i jami'il anam, اللهم صل على بدر تمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع العنام، اللهم صل على بدر تمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع العنام، اللهم صل على بدر تمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع العنام، اللهم صل على بدر تمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع العنام، اللهم صل على بدر تمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على بدر تمام.
على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع العنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع العنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع العنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع العنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع العنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع العنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع العنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع العنام يا رحمة الله إني خائف وجيل يا نعمة الله إني مفلس الحال وليس لي عمل ألقى عالم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن عماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن عراق جزماني وكن جياي الذي ما بعده فلس وكن فكعاك من عقلاني إحصاني تحية الصمد المولى ورحمته ما غدت الغرقى في أوراق أغصاني عليك يا أروة الأسقى ويا سادة العوفاء ومن مده روحي وريحاني الفاتحة حبيبي عبد الله بن جزولي لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الأسرار الفاتحة بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. اللهم اشرب بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصل بها حوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها هوبتنا وانصرنا بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها قربتنا واجعل نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا ونسرنا ظلا يوم القيامة على رؤوسنا وسكب بها موازين حسنات وأتم بركات علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحوا مستبصرون ولا تفرق بيننا وبين حتى تدخلنا مدخله وتعلينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه فمتئنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته
وانصرنا في زمرته النجية وحزبه المخلصين ونفعنا بها نتون علينا قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين واردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأس الأوفى ويسر علينا زيارة كرمك وكرمه من قبل أن تمتنا وأدم علينا وقامة بكرمك وكرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجاه سفهاء إليك وتقيم إليك إذ هو أعظم من أقسم من بحق عليك نتوصل به إليك إذ هو أقرب وسائل إليك نشكر إليك يا رب قسوة قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول آمالنا وفسادة أعمالنا وتكاسل عن الطاعة وحجنا على مخلفتي فنعم المستكع إليه أنت يا ربك نستنصر على أعدائنا فانفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. اللهم إلى جنب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبيتنا وببابك تكيف فلا تتركنا وإياك نسألك فلا تهيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واصلح أحوالنا واجعل بطاعتك واستغالنا وإلى خيرك مالنا وحق بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا. هذا ذلون ظاهرا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسألنا إلا عفوك فاعفو عنا يا خير معمولين وأكرم مسؤولين إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. فاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin, para jamaah pengajian, kita melanjutkan pengajian yang sebelum-sebelumnya dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Rotib, sampai kepada pembahasan qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam annaka la tasil ila al-qiyam bimtithali ma faradallah alaika min ta'atihi wa ijtinab ma harramallah alaik min ma'siyatihi wa ila al-amal bima syara'a lak min al-nawafil allati tugarribuka ilaihi zulfa illa bil ilm. Fa'alaika bi talabihi faqad qala alaihi salatu wassalam talabul ilmi fariidhah ala kulli muslim. Wa'lam, ucapan Habib Abdul Haddad, wa'lam, ketahuilah, annaka la tasil, sampean tidak akan bisa, ilal qiyam,
bimtithali ma faradallahu alaik, mengerjakan secara sempurna apa-apa sela farduaki oleh Allah dari ropana ketaatan, wajtinab ma harramallahu alaik, dan sampean tidak akan bisa sempurna menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat, mengerjakan taat atau dan lain semacamnya, norot ke pangeran dalam rupa taat atau dalam rupa menjauhi maksiat. Tidak akan bisa sempurna sampean mengerjakan dua hal ini, dan sampean tidak akan bisa sempurna mengerjakan amal atau pekerjaan yang disyariatkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, amal yang sunat, amal yang fardu, yang semestinya membawamu itu semak ke Allah oleh ridhona pangeran. Orang itu tidak akan bisa sempurna mengerjakan amal itu semua kecuali dia itu punya dasar ilmu. Orang mau tadi ilmu bejeng sampai cetak celeng, bejeng sampai sokona dukotan, mau tak tepak berarti. Kalau enggak tepak, dasar ilmunya enggak pas, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sholat cuman etoles sholat tok, tak ada ganjarna, sehingga nedeki mon mateh hisab. Kamu sholat mana kok kosong? Padahal sampai entar ke masjid, entar Jumatan keng bengkang. Sampeyan entar ke masjid Jumatan keng bengkang. Bu ibu hadir muslimatan, bagus napa tak bagus? Muslimatan bagus, keng sampeyan bengkang entar muslimatan. Apa saya kocak orang? Sampeyan Jumatan ndak gawe kelambi muda, diomongi apa mbek wong? Gendeng ya. Gila. Lu saya mau Jumatan, tepak, bener menarik Jumatan di masjid, kayak sampai bengkang ntar ke masjid, der mah. Sholat, tapi tidak ada pahalanya. Nah, kenapa? Dasar ilmunya nggak tepak. Ilmu itu penting, sangat penting. Makanya fa'alaika sampai neka kotuh bitolabihi, mencari ilmu. Gak ada alasan untuk gak nyari ilmu, gak dengarkan ilmu, gak ada alasan. Lebih-lebih zaman semangkin. Zaman dulu repot. Orang-orang tua mau ngaji ke Ahmad Jufri, ngaji ke Ahmad Pacar Keling, jalan sopu, jalan soko lah mbak. Cuman terong di ngagina ajaran sholat, farduna hojeng, rukuna hojeng. Zaman sekarang cukup di rumah. Buka HP, nyongok YouTube, rukun-rukunnya sholat, banyak ebuan. Syarat sunnahnya sholat, banyak ebuan. Gak ada alasan orang itu untuk berdalih, saya tidak sempat belajar, tidak sempat mondok, tak ada. Cuman lambe ya, cuman setia tak ada. Tak bisa. Makanya fa'alaika bitolabihi, jaman Kanjeng Nabi, makanya kamu harus mencari ilmu. Thalabul ilm faridah, mencari ilmu itu harus ala kulli muslim, bagi semua orang yang mengaku Islam. Ada ilmu itu wajib, ada ilmu itu sunnah. Yang wajib diketahui oleh siapapun sampean, statusnya apapun sampean harus tahu. Apa ilmu yang wajib itu? Ilmu saya nyebut bagi sampean kewajiban sah. Ilmu nafajeng. Kapan ilmunya sholat tuh jadi wajib? Kalau sampean wajib sholat. Para depa asar, sampean tak tahu dari cara bejeng asar, maka wajib sampean belajar ilmu bejeng asar. Mau sampai waktu maghrib, sampean baru masuk Islam. Mau masuk maghrib, sampean tak tahu caranya sholat maghrib, wajib belajar tata cara sholat maghrib. Ilmunya puasa, ya apa puasa itu wajib sampai ketahui secara detail. Jangan pokok letak ngakang, malah neng sampai maghrib bener. Syaratnya, rukunnya, yang dimubahkan, yang dimakruhkan. Karena puasa nih para hadirin beda dua puasa nih, beda saya mah betal pasah, beda saya
mah kosong pasah. Beda orang yang pasah tak betal tapi pahalanya kosong. Ada orang puasa tapi tidak ada pahalanya. Derma mari subuh, mari sahur, mari bujung subuh tedung sampai maghrib. Tapi tak tedung yang ngerasain orang. Nah ini tidak batal puasanya, cuma tidak ada pahalanya. Joknya punya ngerasain sukun nih, tekalah sehuruf, walaupun cuma satu huruf. Ngerasain di satu huruf saja, alif tok misalnya. Neka tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahalanya puasa. Seperti itu. Sampean kaya, mampu, daftar haji, depak. Bektona berangkat, wajib tahu ilmunya haji. Haji ini kan rukun Islam yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin kalau dia itu mampu bisa majir. Sampai daftar, selagi tak temu mangkat billah, tak wajib untuk mempelajari tata caranya. Kalau sudah dapat setengah tahun sebelum berangkat haji keluar namanya sampean, insya Allah sampean berangkat 2024, nama fulan, wajib belajar ilmunya haji. Wajib. Norok manasik kasa wajib. Mencari tahu ilmu yang lain wajib. Karena mau mengerjakan hal yang wajib bagi sampean. Sampean anikah, mau menikah. Nikah urusan sunnah. Tapi kalau sampean tidak tepat tata cara nikahnya, maka akan jadi zina sama sampean, dosa. Maka sampean wajib belajar ilmunya nikah masih tepat. Sunnah. Tapi mau tak tepat jadi zina, maka wajib sampai menjauh dari zina. Karena wajib norat pangeran, wajib menjauh dari perkara larang lagi oleh Allah. Zina dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Neraka. Makanya sampai wajib belajar supaya sampai selamat dari zina dan lain semacamnya. Seperti itu. Contoh seperti sampai bejeng ini wajib, ngaku kelambi ini kan biasa hukumnya sunnah, mubah. Kalau sampai di luar gini mubah sampai ngaji nggak dia, mubah pakai baju ini mubah, tidak wajib, tidak harus, mau bejeng kudu kelambian. Jadi sampai mau ngaji misalnya tak kelambian sarongan tok atau julina, enggak tak yombong kok. Sampai ngaji sama saya sarongan tok tak kelambian, saya tidak marahi, peneng kok, engko ya. Karena mubah hukumnya, bukan sunnah, tapi dianjurkan untuk pakai baju. Baru kalau sholat wajib nutup aurat. Sampai ngaji, mubah kan, ngaji lagu ngaji misalnya, sarongan tok, tutup bucil sarongan tok. Enggak tak yombong, tak yosir bingok, petojo bingok. Foto paling video bingok. Saboy status di WhatsApp, ini orang gendeng. Gila nggak ya. Mubah. Tapi ketika sampai mau sholat fardu, maka wajib hukumnya nutup aurat. Nutup aurat wajib di luar sholat. Auratnya laki-laki dari to'ot sampai ke bucil, wajib ditutup. Maka di luar sholat sampean wajib pakai sesuatu yang menutupi hal itu. Menutupi dari to'ot sampai ke bucil. Selebihnya itu mubah. Sampai bungkon misalnya sarongan tok, nutupin bucil, ambil nutupin to'ot. Sudah tidak apa-apa. Makanya suasana sampean ketela, yang laki suasana ketela, kelen ketela, panona ketela, apa sekarang sampean. Mondreng bine seluruh tubuhnya harus ditutupi. Seluruh tubuh ibu-ibu hati-hati, aurat. Sesuatu yang harus ditutupi. Ibu-ibu saya mau selek luar bungkoh saya selek mentade orang tak apa-apa. Tanpetan niku lek gak ono uang, gak ono sing delok, tak apa-apa. Lek ono uang, kirane ono uang, ndak oleh kon dosa kon. Saya enggak Bu, lek selek luar bungkoh ngetelok makin tua, makin obon tok. Aduh obon kabeh tak kira bode nafsu. Bener urusan nafsu. Aurat itu sesuatu yang harus mayu'abu alaih. Aurat itu apa? Sesuatu yang dianggap celah. Dimuliakan oleh Islam, jangan sampai ini dibuka. Ini celah bagimu. Di hadapan Allah nanti celah ini. Aib. Makanya harus ditutup. Islam ini benar merepot, ngergein sampean. Hati-hati. Ketika sampean nurut, mulia sampean. Ketika sampean tidak nurut, celaka sampean. Aduh tua bib, lah obon kabeh bib, tak ada orang si nafsu. Bener masalah nafsu, nah bener. Beda orang ngetela, ya mon seneng sampean. Beda orang becik, salah tua, rokero, obon buka-buka besar lebar. Kalau rasain orang. Akhirnya orang ngerasain sampean gara-gara sampean. Oleh tuh sana lagi ya sampean.
Jadi wajib disengak, ibu-ibu hati-hati, aurat, rambut, hati-hati. Ini kah banyak yang menganggap gampang, rambut, polan ojeng yang siang, tojuk ya dan bungkon apa kelambine buka sampai repete kino tuh pengen sosok, dedena katela, susah. Oleh angin itu nang akhirat panggeng sampean, panggeng, tina. Jangan ngentengkan. Wes kita ini rusak sudah hidup di zaman akhir rusak. Bojeng tak gena, maksiat ler-leran, fitnah macem-macem. Tak jaga abek tibik dari fitnah, tak jaga abek tibik dari aurat-aurat seperti ini. Mau kemana kita? Ente kira ya Rasulullah syafaat, ente kira Nabi itu akan nyafaati orang yang ngawur Rodin. Ente kira Nabi itu akan ngelirik orang yang tidak menjaga syariatnya. Yang diperhatikan sama Nabi orang yang nurut. Oh lihat umat, nurut. Datang ajaran nurut, tapi sering salah. Nurut tapi berusaha baik, tapi tak tepak. Lopot misalnya. Nero kanjeng Nabi, nurut sunnata, tidak 100% persis. Pak tepak pak. Nekes ikeneser. Boren haram, saya nggak cek buka auratnya. Sekali-kali lah, ikeneser ya. Jadi seperti itu. Cara sampai itu mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi, pebunga kanjeng Nabi. Cara terbesar ini sudah. Jaga syariat, peninggalannya jaga. Nabi itu ngajarkan sholat awal waktu, jangan sampai telat, dijaga. Ojo mun lah berdepak bulan Maulud ngaku umat kanjeng Nabi. Kita ini kayak jadi umatnya kanjeng Nabi ketika bulan Maulud, di luarnya bulan Maulud, enggak ada apa-apa. Musiman. Mono bulan Maulud kau bisa sholawat saya jaga sunnah. Di luar itu kamu umatnya kanjeng Nabi sampai mati kamu. Perkuat hubunganmu sama kanjeng Nabi dengan jaga syariatnya. Dengan apa? Jaga syariatnya. Nabi itu nggak seneng kalau sampai nggak sholat fardu, tak bejeng fardu, lakonen. Nabi ini nggak seneng sampai nutup aurat. Nabi itu seneng nutupi aurat, tutup auratnya. Nabi itu seneng kalau sampai tuh ngaji, baca Al-Qur'annya. Jadi Pak bulan Maulud malam Jumat sholawat banyak sholawat Jumat Sabtu sanrasan boleh ntar ke baru tutup lobang gali lobang itu namanya paham itu. Sholawat itu besar manfaatnya tapi ghibah ngerasain orang ini sesuatu saya sangat tak seneng bi kanjeng Nabi. Bukan hanya diharamkan, Nabi gak seneng. Ketika sampean berani melabrak mengerjakan sesuatu yang gak disenangi kanjeng Nabi berarti sampean bengal kanjeng Nabi. Percuma sholawat sampean berarti. Aku cinta aja jek nyakein, paham? Aku cinta aja jek I love you tok. I love you tok tapi orang nang-nang jungkraki. Ini kacau-kacau. Jadi seperti itu. Bil ilm dasarnya ilmu, semuanya itu ilmu dasarnya. Ilmu neka anugerah para hadirin, anugerah hidayah, petunjuk dari Allah, maunah, inayah, pertolongan dari Allah. Banyak orang alim tergelincir banyak. Banyak, tidak diragukan lagi dari zaman dulu. Orang alim, terbelicar, tergelincir, banyak. Orang alim melenceng, banyak. Dari zaman dulu. Karena apa? Karena tidak kebarengan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kebarengan dari kelaban ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama neka guru-guru lambe, guru-guru kona neka ngocak, ilmu ria penting dong. Tapi saya lebih pentingan pola dari ilmu apa? Semak ke guru, nyari guru saya tepak, congok, toju, ngaji ngedi ngaji. Itu lebih penting karena apa? Kadang kita mendengarkan keterangan seperti ini tidak paham, tapi kalau benyongok ngerti, nggak ruah ya. Saya tidak tahu gimana caranya bersiwak yang betul itu ketika mau sholat di rumah apa ikosot tok di rumah. Sampai makmum ke situ orang andi ilmu nyongok asiwakan sedurung bojeng nggak ruah cara ngerti nyongok kelabe nyongok akhirnya ngerti tak meca kitab tak apa nyongok kayak gini makanya ketika Jibril datang kepada Rasulullah ketika tanya ke kanjeng Nabi mal iman mal Islam ketika Jibril datang ke Gusti kanjeng Nabi tanya apa itu Islam ya Rasulullah anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah iqamus shalah wa itaz zakat dan lain semacamnya wa mal iman an tu'minu billah wa malaikatina mal ihsan ditanyakan ihsan itu apa tanya 3 hal ini rukun arkanuddin rukun-rukunnya agama setelah itu apa katanya kanjeng Nabi riwayat Sayyidina Umar yang meriwayatkan waktu itu ketika Jibril neka tojuk bi kanjeng Nabi
fa asnada rukbateh. Jibril nika toju nyemak sareng Kanjeng Nabi sampai tok oto Jibril nika nyeding ke tok oto Kanjeng Nabi. Ini diajarkan sama ulama, penting toju ngaji ya penting. Toju polong ngaji ya penting. Ajak kun ngaji kopengan dari radio tok. Bagus, radio bagus, baca di YouTube bagus, tapi yang lebih penting itu ngaji. Dep-adepan itu penting para hadirin. Sampai dulu Nabi itu ngutus para sahabat ke Yaman, ngutus ke Syam, ngutus ke Damaskus, ngutus sahabat untuk ngajari sholat. Risalah sudah sampai waktu itu risalah itu. Ada orang datang bawa info sholat itu seperti ini, tapi diutus guru oleh Rasulullah supaya ngajarkan seperti ini. Pentingnya nyambung ke guru. Penting, karena orang yang tadi sambungan saya kuat. Ngaji tok, tak teman nyari barokah saya kuat, rosak. Cuman setia banyak bukti. Nah, banyak orang alim itu banyak. Orang alim yang mencaci para aulia banyak. Orang alim tidak diragukan lagi kealimannya. Alim salah, ngenyek para beli, banyak para hadirin. Ngenyek para beli, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, matur selamat kabeh amin Allahumma. Amin. Itu pentingnya ilmu. Kita sering dengar cerita bahasanya cerita kejeun ya, tapi ini pelajaran. Cerita kejeun tapi ini pelajaran. Beda situng orang mulai dari pondok, nak anak santri mulai dari pondok. Orang lambek nih kamu mandi sungai kan gih, mandi sungai ya. Pak bapak roh biasanya mandi sungai bebo sarong oleh sampai rakyat tas ya. Jalan ke bebo dari rumah biasanya. Dari rumah jalan ke bebo biasanya. Yang orang Jepati mandi sungai bebo roh. Kenang na ya tas. Toron lebet tangga, sarongnya sampai atas, orangnya jalan ke bawah, biasa nggih? Iya panje, orang monjol biasa. Mandi ke sungai ibu roh, sungai ibu dia nak sampai lagi kada buru nangap biasanya kan nggih ke sungai ya. Nah itu, biasa nah orang konar ya mau mare mandi dari bawah entar atas dari rumah biasanya mau jalan. Amit Pak Bapak, orang kuno itu lek mari adus teko nisor, munggah yang dukur kali, ya apa biasanya melaku? Tekem ya. Enggak tahu yuk. Ya, laki apa? Saya kayak laki dia jeung aja tak ngocak malah tak telecor ngocak. Tekem kan ya? Orang lambek dia mandi wudu, mari wudu ongke kami nekem ya. Nekem ngajuan betal panja wudu. Betal beda santri mulai. Pak, mau mari wudu aja, ajak nekuk dubur atau berkubul. Jangan megang alat kelamin, bisa membatalkan sholat. Saya bapak roh tegur nak anak ngode santri kiru mulai. Meduk dim maka kecong. Lu menduk kasak Pak, berapa tahun kakek ngakan bangku roh berapa tahun, petong tahun Pak. Orang abid kakek menduk cong, kitab sekemah kakek ya. Orang konar ya jeren tak gelem tak, kitab sekemah kakek cong. Kitab sekemah saya betal wudu ya, tak oleh Pak. Tak oleh megang alat kelamin, menekuk burik dia tak apa-apa, menekuk burik dia tak apa-apa, tak betal. Saya mau betal nekuk burik dan mau nekuk bulung nah. Karena dinamakan kobol sama dubur itu, kobol itu kelamin depan, kelamin depan ya jual lah disampaikan selanjeng roh, dimabai koncon setting betal, menyeting nekuk telur tak betal, telurnya tekuk tak betal ya, telurnya. Ini syariat ini, ongkuan yang dinamakan kobol atau zakar itu mana? Selanjeng bi helm roh zakarnya man roh, monlor telur tak betal. Beda ulama sing ngocak untuk hati-hati walaupun lor telore tekuk betal, paham? Mondeng laki roh, mondeng bine jual lah. Bikang roh ya. Bikang gosong. Ya mon buri amet ya, kalau dobor ini sampai pegang sini tidak batal sholatnya. Tidak batal wudunya. Menekuk bulung nah betal. Paham? Tegor betal Pak. Kitab Jawa dari dimma kayak cong betal. Aku
Kula 7 tahun mondok Pak, 7 tahun saya ini mondok. Bu, kurang habis cong. Engkau rek odik 50 tahun cong. 50 tahun. Mak bisa betal cong. Sambi bojeng bayi tak apa-apa, kun karo nekem membetal wudu jan. Paham sampe? Mek betal aja orang sambi bojeng bayi tak apa-apa, kun karo nekem betal wudu. Dari dia maka kita tahu kita wajan. Paham? Tidak ada ilmu soalnya, tidak ada ilmu. Maksudnya ilmu itu penting, penting. Banyak orang bojeng salah, banyak orang bojeng apa takbir, moro-moro norok ruku, imam lah ruku, moro-moro norok ruku, tidak boleh sholat kayak gini nih. Kalau sampai tidak sempet, tidak nututi di masa yang tersisa, Allahu Akbar, tak bisa membaca Fatihah sampai kemarin, kudu nambah rakaat sampean. Gara-gara tak tahu takbir Allahu Akbar, moro norok ruku, ben membaca Fatihah kudu lawan alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Bener. Kudu maca gen alhamdulillahirabbil alamin. Maka bentar kudu tepak alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana amduna nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nututi sampean ruku, nututi ruku ki sa. Yang gap situ. Mun sampean termebenter ruku lah jaga pas sampean nabung ini tak yang gap situ nah, korang situ nah. Kudu nambah dikit men bojeng banyak orang hari banyak wudu tak tepak, banyak bojeng akhirnya tak tepak. Maka para hadirin penting ngaji itu penting, ngaji ilmu saya wajib terutama. Wabil ilmi ta'rif kaunul wajib wajiban wal mandub manduba wal muharram muharrama wa ta'rif kaifa tu'addil wajib wa taf'alil mandub wa tatrukul muharram fa idzan la budda laka minal ilmi wa la ghina laka anhu wa alaihi wa alal amal bihi madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah. Katanya Habib Abdul Haddad, penting ilmu itu penting supaya sampai mengetahui dari masih wajib, dari masih sunat, dari masih mubah, dari masih makruh. Karena apa? Wa alal amal bihi madar sa'adatika fid dunya wal akhirah. Karena dengan sampean dilandasi ilmu, mengerjakan amal-amal itu semua amal sewajib, sesunat dan lain-lain macamnya, itulah apa yang akan menyebabkan sampai nanti beruntung dirimu di dunia dan akhirat. Keberuntunganmu di dunia dan akhirat. Nah, keberuntunganmu di dunia dan akhirat. Nah, jadi itu ngaji itu penting. Orang yang ngaji banyak saya tak tepak, berarti kenapa boleh saya tak ngaji. Jadi seperti itu. Kenapa boleh saya tak ngaji? Karena ilmu itu para hadirin apa? Inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak bi Allah ke hatinya orang yang seekor resah, ke hatinya orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah tak ke hatinya orang ngaji biasa, sampai ngaji kopengan nggak ria, datang ke majelis Habib Taufik, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan, ngaji. Saya bahas benih bejeng, saya bahas akhirat, supaya sampai takok dok neraka. Senang ke surga, senang ke amal soleh. Tapi gara-gara pembahasan itu, sholatnya sampean bisa jadi sholat yang sah. Bukan bahas rukunnya wudu, syaratnya sholat, rukunnya sholat. Enggak pembahasan lain, pembahasan ceritanya Kanjeng Nabi. Tapi dengan ngaji, pangeran si abolik. Akhirnya sampean ke bojongnya apa tepak, bojongnya apa taateh. Akhirnya dihati-hatikan. Sholatnya sampean dijadikan sholat yang hati-hati, akhirnya tepak sholatnya sampean. Bukan belajar sholat padahal. Kenapa boleh belajar saya fardu? Karena itu barokah roh tak keneng. Pangeran saya mengguli ini kalau pangeran. Jadi penting ngaji itu penting. Makanya jangan diremehkan. Katanya Habib Abdul Haddad itu pernah berpesan. Jangan berpesan. Imam Haddad ini kan pengarang Rotibul Haddad ini kan berpesan. Jangan diremehkan ketika ada majelis ilmu. Tanyakan sesuatu yang enggak dipaham. Walaupun itu bukan sesuatu yang dibahas. Misalnya pada pengajian bahas hadis. Sampai tanya bojeng. Tanya lagi walaupun itu di luar pembahasan. Misalnya masuk bulan Arafah, bulan haji ya. Sampai tak tahu dalam cara puasa haji saya tepak. Pembahasannya bukan bahas haji, bukan bahas puasa haji. Pembahasannya misalkan Habib tadi nerangkan masalah cerita Nasi Abdul Qadir misalnya. Tapi sampai penasaran, ini kan mau datang bulan haji. Ya apa saya ini mau tanya bab haji, tanyakan enggak apa-apa, tanyakan. Karena apa? Kunci orang itu kalau ingin selamat diantaranya apa? Banyak bertanya, tapi urusan saya tepak ya. Banyak tanya urusan saya tepak. Banyak tanya di rumah sekiranya manfaatnya
tambah sempurna bujeng, tambah sempurna ibadah dan lain semacamnya. Ajak tanya bila berdoa tangan, ajak tanya bila beda encemen, ajak tanya bila beda apa kerseker ya, ajak tanya juga. Jangan tanya sesuatu yang nggak ada gunanya. Fa inna kasratal kalam, karena banyak bicara urusan sesuatu yang nggak ada gunanya, mimma la mabhi, termasuk salah satu yang dibenci oleh ahlillah. Tanya sesuatu saya tidak guna. Bila dari dimana? Tak usah tanya lagi. Ngetela orang, rombongan, rong sarong, langkep bagus. Dari dimana? Oh dari Gresik. Apa ke Gresik? Dari Mambu Demaan. Tak usah tanya lagi. Demar rombong sarongan. Tak usah tanya lagi jadi gitu. Tanyakan sesuatu yang, tanya kepada ustadz-ustadz yang ada, kiai-kiai yang ada. Tanyakan lebih-lebih zaman sekarang. Sangat canggih, banyak grup-grup WA yang bisa membuka pertanyaan dan seperti itu. Penting ilmu nih kawan. Fa inna sa'adatal mar'i, disebutkan karena sa'adatal mar'i, kebahagiaan seseorang yang menentukan dia itu bahagia kalau dia itu beramal. Madarnya, dasarnya, landasannya ilmu. Kalaupun ilmu orang ini bisa muljo, kalaupun ilmu orang ini bisa yang keadilnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bojong tak ada ilmu nah tak ada guna nah tak tepat. Makanya Al-Quran kan nyebut lagi, fawailun lil musallin. Adakah orang yang gara-gara sholatnya dia itu masuk neraka? Beda. Sholat saya itu lemah, saya tak tepak. Sholat saya tak tepak, sholat saya ngawur, sholat saya gempangan. Orang yang gempang lagi sholat, oh santai, ki abid betul, ki abid. Loh ini saya nggak gempang lagi bojeng, saya nggak. Wailun lil musallin. Orang yang biasa menggampangkan sholat sampai waktunya mepet, mau habis. Kita tak ada mepet ke habis. Orang yang seperti ini icap dikit lebu ke wail, neraka wail. Naudzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat, matur muga barokah, matur muga titik ilmu semanfaat. Saya masuk ke ate kula panjenengan sedaja. Matur muga Allah mateti abek kula panjenengan semakin bagus. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana abdi wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabu pengumuman lopot ternyata. Semakin kan Rebu Manis aslinya. Rebu Manis ini kan bojone dalail aslinya. Insya Allah pertemuan yang akan datang Rebu Pahing, lopot. Kemarin saya yang ku tepak di Telasan, ternyata Rebu Kliwon. Malam Telasan Rebu Kelebun, urung pengumuman. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala takum. رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر
مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيق عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا من رأى وجهك يا سعد مرحبا مرحبا يا كريم كريم الوالدين مرحبا 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 يا نور العين عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا حوضك صافي المبرد مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا واتك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ضبي النفور يا نبي
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عندما سنت المحامل وتنذر للرحيل جئت والدم سائل قلت كيف لي دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فعليك الله صلى دائما طول ظهوري يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله علم السر سري وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي دي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا مسلما ربنا لا تقبل منا انك انت علينا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله